السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم غنشارك معكم كيكة المشعكة اللي كنشوفها بزاف في مواقع التواصل. غادي نعطيكم الرأي ديالها بكل صراحة. نبداو هنا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الطريقة والمقادير في نفس الوقت. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي. صراحة هي جات لذيذة، لكن تنقيط في آخر الفيديو. غناخد إناء. هانتوما أنا دقت منها طريف صافي. هنا خديت اناء درت فيه 350 ملي ديال الحليب، ودرت السكر حسب الذوق، ونسمت هاد الكريمه هذه اللي غادي نحضرها هي الاولى. حضرت الكريمه هي الاولى، غنسمها بقشور ديال الليمون، نسموها بالفاني او باي المنسم بغيتو، وجوج معالق مايزينا فوق نار هادئه. كنخلط الخليط حتى كيولي عندي بحال الكريمه العاديه اللي كنديروها ديال المايزينا. خليت الكريمه هنا جانبا تبرد، ودرت باش نخلط الكيك 3 البيضات، كاس ديال كوب ديال السكر الخشن، يعني 200 غرام ديال السكر الخشن و3 البيضات ضربتهم تبيض الخليط. ضفت ليهم كوب من الياغورت، كوب الياغورت هذا الصغير اللي كنديرو. وهنا كنضرب الخليط، يعني كل ما كنضيف شي مكون كنضرب الخليط بنفس الكوب اللي فيه الياغورت. كيلت به الزيت المائده، كنبدا هنا نضيف الزيت وانا كنضرب صافي. وضفت هنايا الجزر بغيتو ديروه ديروا، ما بغيتوش يعني اختياري. الجزر درت هنايا تقريبا 1 كوب ديال الجزر محكوك بحكاكه رقيقه، يعني تقريبا جزره واحده. وهنا بنفس الكوب اللي كيلت به الزيت، يعني نفس كوب ديال الياغورت كيلت الدقيق. درت 1 كؤوس ديال الدقيق ونصف. وانا كنغربل الدقيق، راكم عارفين ديال الكيك خصو كيتغربل باش كيجيكم كيك مهوي. ودرت 14 غرام ديال خميره الحلوى او البيكون بودر، يعني 2 خمارات. درت 14 غرام ديال البيكون بودر. كنضرب الخليط. هاد الاضافات اختياريه. الشعريه ديال الشوكولا والجزر اختياري، بغيتو ديروهم ما بغيتوش ديروهم على خاطركم. انا كتعجبني الكيكه اللي كيكون فيها الجزر، كتجي الصراحه زوينه، وكنحاول ندخلوا حاجه صحيه. انا هنا كيكه ما كيعجبنيش يجي عالي بزاف. نتوما الا كنتو كيعجبكم كيكه يجي عالي ما ديروش في هذا المول الكبير. كنكب الخليط ديال الكيك وكنضيف فوق منه هذيك الكريمه عشوائيا، يعني كنحطو صافي فوق هذاك الكريم. درت واحد التفاحه محكوكه وشويه ديال الزبيب المقطع، اللي يكون زبيب ما فيش العظام، وشويه ديال الجوز او القرقاع. هذا القرقاع بغيتو ديروا ما بغيتوش ديروا على خاطرهم. كترشوا منهم واحد رشيشه ديال القرفه صافي. وكنديروهم يطيبوا في الفران، يكون مسخن من قبل وعافيه مهيله، يعني 150 درجه الفران ديال الضوء، وعافيه مهيله. كان فران ديال الغاز. خلوا الكيكه تبرد تماما وعاد قطعوها. انا هنايا قطعتها وهي باقا سخونه، من الاحسن انها هي تقطع وهي بارده. هنا زربت عليها بالزربه. الصراحه جات زوينه، لكن من الاحسن ما ديروش ديك الكريمه من الفوق، يعني رايك بصراحه. جات هي زوينه لذيذه، عجبت الوليدات وكل شيء، غير هي ديك الكريمه انا ما عجبتنيش. رايي الشخصي. نتمنى ان الفكره تكون عجباتكم، نالت الحسن ديالكم. عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالتعليق الجميله ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.